داخل فضاء المعمورة يستمتع هؤلاء الأطفال ببرنامج تنشيطي تربوي متنوع في إطار المخيم الصيفي الذي تنظمه الكشفية الحسنية المغربية بإشراف مجموعة من المؤطرين الذين يعملون ولمدة أسبوعين تقريبا على نشر مبادئ الكشفية الحسنية النبيلة بين الأطفال. صالح للكل. هذه الفترة هذه الحمد لله تنحاولوا من خلالها أننا نزرعوا مجموعة من القيم ونرسخوا المبادئ ديال الحركة الكشفية في نفوس الأطفال. فهي بالجانب الأول فترة الاستراحة من العناء الدراسي طول السنة والاستعداد للسنة المقبلة إن شاء الله. تهدف الكشفية الحسنية من خلال هذا المخيم إلى تمكين الأطفال من الاستفادة التامة من قدراتهم البدنية والعقلية والروحية والاجتماعية وتعلم المهارات وتنمية المواهب والتعامل مع حياة الخلاء وغير ذلك. استنباط المبادئ ديال الحركه الكشفيه اللي تبنات عليها الحركه الكشفيه من خلال الاعتماد على النفس والتعلم بالممارسه وممارسه حياه الخلاء والمبيت تحت القيام والعيش في اجواء عائليه مع الاقران. دوزت 3 المراحل منهم مرحله البراعم والبرعومات الاشبال والزهرات، ودابا انا كاينه في مرحله الكشافه والمرشدات وكنلبسوا هاد الثاني خضر. استفدت الانضباط، التركيز. الكشفيه كتحفزني على انني نجتهد في الدراسه ديالي وكنجيب في الماتير كلهم انا الاولى. تأسست الكشفية الحسنية عام 1933. دورها لم يعد يقتصر على التعامل مع الطبيعة بل أيضا العمل من أجل الصالح العام من خلال برامجها المهتمة بالتوعية الصحية والبيئية والاجتماعية.